إيه هو الاستغلال العاطفي؟ وإيه يعني ابتزاز عاطفي؟ وإيه هو اللعب بالمشاعر؟ كل ده بيتسمى تحت مسمى ابتزاز عاطفي. طب هو بيعمل كده ليه؟ طبعا بيبقى رقم واحد عايز يستفيد أو يستمتع بأذية الضحية. طب إيه هي صور الاستغلال العاطفي؟ أول حاجة بيطلب منك مبالغ مالية، أو بيطلب منك تسهيلات معاملات في الشغل، أو عايز ياخد منك معلومات سرية علشان يبتزك بيها، وهو تمضية وقت وتسلية مش أكتر. إزاي تعرف إنك مستغل عاطفي؟ أول حاجة بيبقى فيه جذب للضحية في منطقة خاصة. تاني حاجة بيتقرب منك بسرعة ومن غير أي مبرر. هو في النهاية عايز يكسب ثقتك علشان يسيطر على أفكارك. إزاي تعرف إن اللي قدامك ده مبتز أو مستغل عاطفي؟ أول حاجة بيكذب وبيبقى عنده نفاق. تاني حاجة بيختلق قصص وهمية علشان يوهمك بيها. إزاي ممكن نتعامل معاه؟ أول حاجة لازم أعملها إن أعرف إيه هي السلوكات المسيطرة عليه وإيه هي طريقة تفكيره. تاني حاجة لازم أعرف إيه سبب وقوعي أنا ضحية ليه، ولازم أحدد إيه هي نقطة الخطر اللي بيستغلني منها أو بيدخل عليا منها، ولازم تحمي نفسك، ولو عندك أطفال لازم تحميهم كمان. تاني حاجة أصلح منه. هو لقيت مفيش فايدة، اهربي أنت وعيالك منه، وهو ده العلاج الوحيد.